يا صباح الورد على كل اللي متابعيني من جميع انحاء العالم. ربنا يا رب كده يجعلنا سبب في اسعادكم يا رب، اللهم امين. وان احنا نكون بنقدم لكم محتوى كويس جدا تكونوا بتقدروا تستفادوا منه. وزي ما حضراتكم شايفين كده هنعمل النهارده مع بعض شويه كبسه كده بالرز المصري، حاجه بصراحه جميله جدا جدا جدا. طعمها حلو قوي قوي قوي، وجميله جدا يعني سهله جدا في تكوينها، وكمان طبخها سهل ومش بتاخد مواعين كتير زي ما احنا يعني ايه. يعني ندخل المطبخ كده ما فيش مواعين كتير ولا اي حاجه. زي ما حضراتكم شايفين كده الفراخ شكلها جميله جدا ولونها جميل قوي قوي قوي. زي ما حضراتكم شايفين رز مفلفل برغم ان هو رز مصري بس معمول بطريقه جميله جدا. تابعوا معايا الفيديو، يلا صلوا على رسولنا الحبيب عليه الصلاه والسلام، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما حضراتكم شايفين كده جبت حله فاضيه كده مش فيها اي حاجه، وبدات ان انا احط فيها حوالي معلقتين او 3 معالق من الزيت. لو انت عايزه تحطي زبده عادي خالص حطي معلقه زبده، هتخلي معاكي الرز مفلفل وجميل جدا. بعد كده حطيت بقى ايه، حطيت معايا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده شويه من البصل. طبعا انا كنت حاطه البصل ده في الفريزر، فهو يعني انا كنت مفرزاه في الفريزر. بس ما شاء الله بيبقى سهل جدا معاكي. بتقطعيه بقى ومعاه شويه زيت صغيرين كده وتلفيه فيهم كده معلقتين زيت بس كده على شويه البصل، وبتعينيه في الكيس في الفريزر. بتطلعي منه بقى بتلاقيه مفكك شويه الزيت اللي انا بحطهم معاها مع البصله، وهي يعني قبل ما افرزها بتخلي البصل يطلع مفرفر كده وحلو، ما بقاش ماسك في بعضه ولا حاجه، وما يعملش ميه ولا كلام من ده، بيبقى طالع جميل جدا. بعد كده طبعا جبت الفراخ بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبدات ان انا انزلها مع البصل عشان تاخد من التتبيله كده والتشويحه بتاعت الايه بتاع البصل، يبقى ريحتها جميله جدا. وفعلا كانت ريحتها جميله قوي، كانت حلوه قوي. الطريقه دي سهله جدا. لو انت عايزه تحطي مثلا في الوقت ده اللي هو البهارات بتاعه الكبسه، حطيها في الوقت ده عادي، ما فيش اي مشاكل. بس انا بصراحه كنت نسيتها، هقول لكم بقى انا حطيتها امتى في الفيديو، تابعوا معايا. تمام. دلوقتي بقى ايه، الفراخ طبعا انا غسلتها كويس جدا، نقعتها في محلول ملح. حطيت معلقتين من الملح ومعلقتين من السكر ومعلقه من معلقتين من الدقيق برضو، وحطيت عصره من الليمونه وريت الميه على الحاجات دي كلها. وما شاء الله لا قوه الا بالله، نقعت الفراخ فيها حوالي نص ساعه، طلعت كل الدم والحاجات دي، وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده طلعت بيضه زي الفل قشطه كده زي ما حضراتكم شايفين. هي مش عايزه تقلب ليه؟ اتقلب يا ستي بقى. بصوا بقى اهو، لازم نقلبها على الجنب التاني كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. بعد كده بقى ببتدي بقى، انا كنت المفروض كنت حطيت البهارات بقى في البدايه مع الايه مع البصل كده تاخد وتدي معاه، بس انا دلوقتي هبتدي احط البهارات بتاعتي عادي مفيش اي مشكله خالص. عندي بقى معلقه من الكمون، معلقتين من الملح، معلقه من الفلفل الاسمر، نطره صغيره كده من القرفه. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، هبتدي ان انا احط البهارات بتاعتي دي كده. بعد كده بقى هبتدي ان انا انزل طبعا بالميه بتاعتي، هتخلي طبعا ريحه البهارات دي مع الشوربه بتاعتنا او مع الفراخ بتاعتنا، هتخلي الفراخ طعمها في حته تانية ما شاء الله لا قوه الا بالله. هتخلي الفراخ طعمها جميل قوي قوي، وبتبقى حلوه جدا جدا لما بتطبخ في الشوربه بتاعت الايه بتاعت الرز البسمتي بتاعنا، او هو سوري مش الرز البسمتي اللي بتعمل بالكبسه، بتبقى جميله قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. حامله بقى عليها الحله ميه، وهسيبها خالص لحد لما الفراخ تستوي خالص خالص خالص. مش هسويها نص تسويه، لا هسويها خالص. بعد كده بقى هتشوفوا متابعوا معانا بقى هنعمل ايه. بعد كده بقى هبتدي ان انا اسيب الفراخ لحد لما تستوي خالص خالص، وبعدين هطلعها زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي كده. ببتدي ان انا بقى اطلع الفراخ بعد ما استوت وشربت بقى من الشوربه. بصوا شكلها جميل جدا ازاي، اخدت كل الطعم اللي موجود في الشوربه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الكاميرا البخار مخلي الكاميرا مش حضراتكم مش شايفين اي حاجه خالص اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بقى عشان الرز بتاعنا احنا مصري مش رز بسمتي، طبعا لو رز بسمتي هنحطه مش هنخاف خالص من حجم او من كميه الميه. بس انا للاسف يعني خفت على الرز المصري بتاعنا، فقمت شلت بقى ايه حوالي كوبايتين كده من الشوربه، او طبقين شوربه كده شلتهم من الايه من الشوربه بتاعتنا دي. بعد كده بقى بدات ان انا انزل الرز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا غسلته ونقعته ومصفي كويس جدا لان طبعا الشوربه كانت كتيره. بصوا الشوربه كتيره على الرز، شايفين كتيره قوي. فانا بقى في الوقت ده شلت بقى ايه يعني حوالي 2 طبسيتين من الشوربه لحد لما الرز اتشرب معانا بقى، وبقى زي ما انتم شايفين كده جميل جدا. حطيناه في الطبق بتاعنا، وبدانا ان احنا نحط الفراخ بتاعتنا لونها جميل جدا ازاي. حمرناها في فرن البوتاجاز، شكلها جميل جدا وبقى طعمها كان جميل، وكمان شكلها كان تحفه 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 في ايه في واحنا في التقديم وفي الاكل. بصراحه كان طعمها جميل حلو قوي قوي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. للتزيين بقى هجيب شويه من البقدونس كده زي ما حضراتكم شايفين كده، بقدونس وليست شبت، بقدونس زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بصراحه بيدي طعم جميل جدا البقدونس مع الوصفه دي. انا بحب البقدونس مع الوصفه دي، وقرن شطه كده طبعا انا اللي اكلته حراق كده وطعمه جميل.
زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. حاجه كده بجد تحفه، منظر يشرفك كده على السفره بتاعتك، لو انت عازمه مثلا اصحاب بنتك، اي حد تعملوا له العزومه الخفيفه القوي الحلوه دي، مع شويه سلطات مع شويه طحينه بقى، بتبقى تحفه بجد، جميله جدا، شكلها حلو قوي. قولوا رايكم في التعليقات كده، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.